اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتعلم ازاي نعمل طوق زي ده من حاجه بسيطه خالص نحولها لحاجه مختلفه ومميزه. اول حاجه هنحتاج خيط يكون رفيع. انا استخدمت اليزا ديفا وكمان ابره مقاس 2 عشان مناسبه للخيط بتاعي. وطبعا هنحتاج المقص بتاعنا وكمان الابره الرفيعه دي اللي بنحتاجها في كل شغل الكروشيه. وطبعا الطوق، وده طوق تخين مش رفيع. الرفيع انا هعمل عليه فيديو على انستجرام ان شاء الله لو حابين تشوفوه. زودت عليهم الوردات الباف ديت بخيط صوف مش قطن او مش رفيع. واخترت الالوان تكون شويه شبه اللون الاصلي للطوق بتاعي. طبعا دي اختياري، عايز تعمليها او لا براحتك خالص. اول حاجه علشان هنبدا بسلسله مكونه من 3. بس طبعا اول غرزه دي مش هتحسب خالص، ناخد بالنا. نبدا من بعد كده نعد ال3 بتوعنا. 1 2 3. وبعدين من تاني غرزه على الابره هعمل 2 غرزه حشو. دي اول واحده، 1 وواحده كمان 2. والغرزة الأخيرة دي هنعمل فيها 3 غرزة حشو. 1 2 وواحدة كمان يبقى 3. وبعد كده في الغرزة الأخيرة هنا هنعمل غرزة كمان، فاللي هي كانت أول غرزة عندي هنعمل فيها غرزة كمان. يبقى أنا كده عندي في توتال العدد كله 6. احنا طبعا هنشتغل صفوف كتيرة خالص، بس لازم العدد ما يزيدش ولا يقل عن 6. في كل غرزة من ال6 غرز اللي أنا عملتهم هعمل غرزة حشو واحدة بس. علشان كده بقولك لا هزود ولا هقلل. ده كده بداية الصف التاني وانا عملت غرزة 2 3 4. تمام، المفروض ان احنا نكمل، بس في الاول هنعدل الشغل بتاعي علشان انا عايزة الجزء اللي بره ده هو اللي يكون مواجه ليا. يعني ده يكون وش الشغل مش الظهر بتاعه. احنا كنا اخر حاجة وصلنا لها 4. لازم تقلبيها زي ما انا قلبتها كده، خلي بالك. 4 5 واحدة كمان يبقى 6. ونبدأ بقى ايه كل صف نكمل زي ما كملنا كده، ونتأكد انها معدولة على الجزء اللي انا عايزاه يكون مواجه ليا، مش الجزء اللي ورا. تمام، طبعا الزيادة دي هنقصها مش مهم خالص. ونفضل بقى نكمل لحد الطول ما يكون مناسب او يكون على قد الطوق بتاعي. كده انا خلصت الطوق كله والطول اللي انا عايزاه، وقصيت الخيط وسبت لنفسي مساحة علشان لسه هقفل النهايات مع بعضها. طبعا احنا بنقيسها بقى كل شوية على الطوق وكده، فانا هوريها لكم اهو بعد ما خلصتها. تمام، هي تبان قصيرة بس الخيط ده فيه مطة شوية، فانا مش هحتاج ان انا ازودها عن كده. طبعا هندخلها ازاي؟ بطريقة بسيطة خالص. الجزء اللي هو اللي مفتوح ده انا هدخل فيه الطوق بتاعي. بس في حاجة مهمة قوي وانتي بتدخليها، خلي بالك ما تشديش الخيط على الاخر. يعني وانتي شغالة ما تشديهاش جامد جامد، بحيث ان الخيط لما بيتشد سمكه بيقل، فهيحصل فيها فراغات، فاحنا مش عايزين المشكلة دي خالص. فبالراحة خالص وانتي بتدخليها لجوه، مفيش مشكلة يعني، بالراحة على مهلك خالص. نفضل ندخل. بصي انا كده لسه ما مطيتهاش، يعني ما شدتهاش على الاخر. هشد فيها لحد ما احس ان هي خلاص مش محتاجة تتشد تاني، بس طبعا مش بشد جامد. هنقفل ازاي بقى؟ بالابره الرفيعه اللي كنت وريتها لك في اول الفيديو، وهدخل في اول غرزه عندي هنا وهقفلهم كده سوا. هما 6 غرز، فاحنا هنبقى 3 و3. انا دخلت 2 مع بعض، هدخل 2 كمان. بصي كده باينه الغرزه التانية اللي عليها الدور، والغرزه المقابله ليها هدخل فيها نفس الخيط. ايوه الغرزه المقابله ليها اهو. وبعدين الغرزه اللي جنبها والغرزه اللي قصادها على طول. وبس كده انا كده قفلتها. بس هعمل غرزة كمان كده للتأمين، علشان بس ما تفكش مني ولا حاجة، اتأكد انها خلاص مش هتطلع خالص. وبالإبرة بقى بتاعتك تحاولي تدخلي الخيط وتعديه جوه خالص. يعني ايه؟ بحيث تبعديها شوية عن مكانها الأصلي. فاهماني؟ علشان بس ايه نتأكد ان هي مش هتطلع. يعني بصي هنا انا حاولت ابعدها اهو شوية، وبرضو ندخلها مرة كمان كده لجوه علشان نتأكد ايه انها مش هتخرج خالص.
وادخلها مرة كمان. اهو عديتها الناحية التانية وهقص الخيط، وكده الطوق بتاعي هيكون تقريبا خلص. ممكن على فكرة نسيبه هو شكله حلو كده، وطبعا هنخليه احلى بالوردات بتاعتنا. خلاص كده ده شكله. هنحط طبعا الوردات. بصوا الوردات هنجيب خيط صوف او اي خيط يعجبك، بس انا استخدمت الصوف اللي كان عندي وحبيته لانه فيه يعني الوان مشابهة خالص للون الاصلي اللي انا استخدمته. استخدمت معاه كمان ابرة مقاس 4. الوردة الوردة الباف من اسهل الوردات اللي ممكن تعمليها. اول حاجة هنبتدي بدايرة سحرية. ودايرة سحرية ليها فيديو لو هي مش واضحة هنا. هنعمل اول غرزة دي مش بتحسب برضو خالص، هي بس بتقفل لي الدايرة بتاعتي. وبعدين هنعمل 2 سلسلة، واحد، واحدة كمان، 2. وعشان اعمل الباف انا هلف لفة على الابرة، وهدخل في الدايرة السحرية بتاعتي وهسحب مرة، بس هشد بقى لفوق لاخر ايدي والف مرة كمان. احنا هنعمل 5 لفات. دي تاني مرة نسحب لفوق، بس شايفة، ومرة كمان. دي كده التالتة. اوكي، ولفة كمان ونسحب كده الرابعة. انا بسحب على اخر ايدي لازم عشان تعمل لي باف. ومرة كمان كده الخمسة. وبعد كده هلف الخيط على الإبرة وهسحبه بره ال5 لفات بتوعي كلهم مرة واحدة. اوكي، وبعدين هنقفل بسلسلة. وبعد كده هنعمل 2 سلسلة كمان. السلسلة الأول واحدة دي مش محسوبة، أنا هعمل 2 كمان وغرزة منزلقة في الدايرة السحرية. الدايرة السحرية اهو نعمل غرزة منزلقة وبس كده. ده أول باف من الباف بتاعي. أنا هعمل 5. وبعد كده زي ما انا كنت ماشية بالظبط عملت 2 سلسلة، وبعدين هنبدأ الغرز الباف بتاعتي. لفيت لفة على الإبرة وسحبت على آخر إيدي واحد، وبعدين واحدة كمان. تمام، نلف لفة ونعمل التالتة، وكل ده على الإبرة طبعا زي ما انتوا شايفين اهو. بعدين واحدة كمان وآخر واحدة. كده بقى معايا 5، وبعدين هلف لفة على الإبرة وهسحب ده كله مرة واحدة بنفس الغرزة اهو. خلاص، وبعدين هنقفل ده كله بسلسلة، وبعدين نعمل 2 سلسلة كمان. تمام، واحد، 2. وطبعا بغرزة منزلقة، وهقفلها في الدايرة السحرية زي ما عملت اللي فاتت بالظبط. زي ما قلت لكم انا هعمل 5، فانا كده عملت 2، ناقصني اعمل 3 كمان. بس عايزه اوريكم على حاجه. لما نقلبها على ظهرها كده، ده هو الوش بتاعها، يعني لما المكان اللي الباف فيه يكون عالي شويه، هو ده وش الورده مش العكس. تمام كده. بعد ما خلصتها كلها اهو، فاضل اخر حاجه هنعملها هما الاتنين سلسله، واحد، 2. وفي الدايره السحريه هنعمل غرزه منزلقه. وبعد كده هنقص الخيط، وبعدين نبدأ نقفل الوردة بتاعتي بقى خلاص. تمام، طبعا سيبي لنفسك مساحة شوية علشان نقدر ندير الخيط مثلا، او نقدر نتحكم فيه عموما. هنفك الغرزة دي نفتحها كده لبره. خلاص كده اتقفلت معايا. وبعدين نسحب الخيط ده كويس. خلي بالك وانتي بتسحبي الخيط ما تشديش جامد قوي لدرجة ان الخيط يتقطع، ولا تشدي طبعا بالراحة. ظبطي ايدك يعني في الشدة بتاعة الخيط. تمام، ده شكلها زي ما قلت لك. احنا لما نقلبها على الظهر هيبقى ده الوش بالنسبة لنا. اوكي، هنعدي الخيط اللي طالع دوت من نص الدايرة بالظبط بالإبرة طبعا. اوكي كده، وبعدين نسحب مرة كمان لو حسينا ان فيها لسه فراغ. وبعدين انا بحب لما اجي اقفل الوردة دي اربطها كده ببعضها، يعني اربط الخيط الاخير بتاعي باول خيط اللي هو بتاع الدايرة السحرية. نربطها ببعضها كده ربطة او ربطتين مثلا لحد ما نتحس انها خلاص مش هتفتح معايا مثلا او مش هتفك. ماشي، ومرة كمان. بعد كده بالإبرة الرفيعة وأنا هداري الخيط بتاعي، بس أنا هقص الخيط الأول وبعدين أداريه. لو انتي حابة مش هتقدري تتحكمي بالخيط القصير، يعني ده دايري الخيط وبعدين نقصيه عادي. ماشي، أنا هنا عملت العكس، قصيت الأول وبعدين هداريه. أجيب الإبرة رفيعة وهدخل، عشان أنا قصيت الخيط قصير، فهدخل الإبرة الأول وبعدين أحط فيها الخيط بتاعي. هدخل الإبرة أهو، وبعدين هجيب الخيط بتاعي وأعديها من الناحية التانية.
تمام، واعمل كده في نفس الحاجه، في نفس الفتله اللي طالعه التانية، احط الابره وبعدين اعدي الخيط فيها واسحبه الناحيه التانية. هقص الخيط بتاعي، وخلي بالك انا مش هأمنه اكتر من كده، يعني هو يدوب، بصي انا قصيته وسبت ليه في حته طالعه كده، ما قصيتوش للاخر. السبب ان انا هستخدم الشمع، فانا هنزله لتحت شويه وهحط عليه شمع. الشمع اصلا بيلزق في الخيط بشكل مش طبيعي، فمش بيخليه يخرج خالص. هجيب الطوق بتاعي وبشكل كروكي كده هظبط الوردات مع بعض. انتي شوفي هتحبي تحطيها ازاي. انا بعد ما عملتهم حسيت انها محتاجه ورده كمان، فزودت لها ورده. عشان كده عدد الوردات مش حاجه ثابته، دي براحتك بقى، عايز تمليها كلها، عايز تحطي وردتين بس ورده براحتك برضو. بصي بالشمع، وخلي بالك في خطوه الشمع ما تكتريش قوي قوي وانتي بتحطي الشمع، علشان هيلزق وهيبهدل الدنيا وهيبوظ شكل الطوق وهيبوظ شغلك بقى، حرام. فانا هستخدم حبه بس قليلين من الشمع على قد ما تلزق وهي ما تفكش مني خالص. وحطيت ورده تركواز وورده بيضه وكده يعني. انت بقى براحتك، يعني حطي الالوان بقى اللي انت عايزاها بالطريقه اللي تعجبك. هنفضل بقى نحط بنفس الشكل ده لحد لما نخلص كل الورد بتاعي. وده شكل الطوق بتاعي في الاخر. ويا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، وتقولي لي رايكم. ويا ريت تبعتولي شغلكم على انستجرام، بحب اشوف قوي الشغل بتاعكم. وبس كده، سلام.